السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه موبايل سيكيورتي انتي فيروس. التطبيق ده مساحته 25 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده خاص بإزالة الفيروسات من على جهازك. لو انت عندك تطبيقات، لو انت بتخش على مواقع غريبة، لو انت بتخش على صفحات، لو انت بيجيلك لينكات وبتدخل عليها، فممكن الحاجات دي يكون فيها فيروس، يكون فيها حد عايز يخترق جهازك، يكون فيها حد باعت لك برنامج يتقل جهازك، يكون فيها برنامج حد عايز يخترق جهازك على اساس ان هو ياخد البيانات، او ان هو جهازك يكون مفتوح قصاده على طول ويقدر ان هو يتحكم في جهازك، ويقدر ان هو يفتح الكاميرا بتاعتك، ويقدر ان هو يشوفك حتى لو انت في بيتك وقافل تليفونك، ويقدر ان هو يعرف كل المعلومات بتاعتك، حتى كمان ان هو يسمع صوتك وانت في قلب البيت. طول ما الموبايل فيه انترنت هو بيقدر ان هو يفتح الكاميرا بتاعتك في اي وقت، يقدر ان هو يسمع الصوت بتاعك في اي وقت، يقدر ان هو يعرف عنك كل حاجة. فالتطبيق ده بيقدر يمشي لك كل التطبيقات اللي انت ممكن تكون بتنزلها ومتخيل ان هي تطبيقات مفيدة، فبيعرفك ان التطبيق ده ضار او التطبيق ده اختراق لجهازك، وبيقول لك ان انت تلغيه او ان انت توقف التثبيت بتاع مش توقف تشغيله في الوقت اللي انت مش محتاجه فيه. يعني طول ما هو انت مش مشغل الموبايل بتاعك او مش مشغل التطبيق ده، يقول لك اعمل فرض او ايقاف مفروض، او فرض الايقاف للتطبيق ده. لو هو تطبيق يعني تطبيق انت محتاجه جدا او عايزه جدا، وهو التطبيق ده فيه مشكلة او بيعرض جهازك للخطر، فيخليه طول ما انت مش مشغل التطبيق يخليك تبقى موقف التطبيق كأن التطبيق مش موجود عندك على الجهاز. فاحنا زي ما قلنا كده، هو التطبيق ده بيفيدك ان هو يعرفك كل البرامج الضارة من على المواقع اللي انت بتخش فيها على الانترنت والتطبيقات والحاجات دي كلها. مشكلة التطبيق ده ان هو ما بيدعمش اللغة العربية، بيدعم اللغة الانجليزية بس. كمان بيطلب منك اشتراك علشان تستفيد بكل المزايا بتاع التطبيق. من افضل كمان الميزات في التطبيق ده ان هو لو انت تليفونك فقد او اتسرق، بيخليك ان انت تعرف مكان التليفون بتاعك فين، وكمان بيخليك ان انت تقفل تليفونك بحيث ان محدش يقدر يشغله او يشوف اي معلومات عليه غيرك، ويخليك كمان ان انت تعرف المكان التليفون وتقفل البيانات ومحدش يقدر يفتحه غيرك. ده ميزة كويسة كمان في التطبيق. كمان هو بيحافظ لك على الخدمات المصرفية. يعني لو عندك مثلا محفظة إلكترونية اللي هي محفظة الخط، محفظة فودافون كاش، أورنج كاش، الحاجات دي بيحميها لك ان هو محدش يعرف رصيدك او محدش يقدر يخترقها غيرك. كذلك الامر لو انت مثلا عامل الفيزا كارت بتاعتك ورابطها باي برنامج من البرامج اللي هي زي بتاع انستا باي او ما شابه ذلك، بيخليك برضو ان هو يحمي لك البرامج دي من ان اي حد برضو غريب ان هو يخترقها، لو حد مثلا دخل على جهازك او كده. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين رسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.